بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي في وصفه جديده على قناه سويت هوم فود. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسطيله ديال الدجاج بنكهه الحوت. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هذه البسطيله الدجاج بنكهه ديال الحوت، فمقادير ديال جوج ديال الاشخاص، فممكن لكم نتوما ايضا اخواتي انكم تضعفوا الكميه. بالنسبه للمقادير بسم الله على بركه الله، غادي نحتاجوا جوج ديال البصلات اللي يكونوا كبار مشلضين. غادي نحتاجوا للفلافل الالوان، الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر. اللي ما عندهاش الفلفل الاصفر ممكن انها تستغنى عنه، فدير غير الفلفل الاحمر. غادي نحتاجوا ايضا البقدونس والقزبور يكونوا مفرومين. غادي نحتاجوا 3 ديال الورقات ديال الرند، فانا هنا درت غير جوج، ففي الحقيقه غادي نحتاجوا 3. غادي نحتاجوا واحد الضامه ديال البنه بنكهه ديال الدجاج. غادي نحتاجوا ملحه، ابزار، خرقوم وسكينجبير، راس معلقه من الكل. وغادي نحتاجوا الهريسه، هذا الشيء اختياري. غادي نحتاجوا ايضا الزيتون اللي يكون مقطع خضر. غادي نحتاجوا كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت المائده النباتيه. وغادي نحتاجوا جوج 6 ديال الفصوص ديال الثوم المفرومين ناعما او اللي مدقوقين ناعما مدقوقين. غادي نحتاجوا ايضا واحد العلبه ديال لا شامبينيون من الحجم الكبير. بالنسبه للدجاج كما قلت لكم في البدايه، انا هذه بسطيله غير ديال جوج ديال الناس، فانا درت اللي غادي يكفيني انا والزوج ديالي. ممكن لكم انكم تضاعفوا الكميه. حيت ليها الجلده ديالها لانه ما غاديش نحتاجها. ايضا غادي نحتاجوا ايضا الشعريه الصينيه. انا هنايا درت الشعريه الصينيه بالارز، عاده هذه اللي كنستعمل حاليا، يعني نوعيه احسن من النوعيه الاخرى. بالنسبه للمقادير فهادو هما المقادير ديال البسطيله. غادي نقولوا بسم الله، نبداو على بركه الله الطريقه. في طنجره ديال الضغط غادي نديروا الزيت. علاش انايا درت هنايا الزيت، درت عفوا طنجره ديال الضغط، لانه باش ما نبقاش نزيد المرقه في الدجاج، باش نحافظ على النكهه ديالو ويحافظ ايضا على المذاق ديالو. كنديروا الدجاج كنخليوه يتقلى شي شويه، ومن بعد كنضيفوا البصله، جوج ديال البصلات كبار كما قلت لكم. وكنبداو كنضيفوا القزبور ومعدنوس، جوج ديال الورقات ديال الرند، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. يعني هاد العطريه كتبقى اختياريه، ولكن غير ما تستعملوش الكمون اخواتي. سكينجبير والخرقوم اللي كيتواتاو جاي بزاف مع الحوت، عفوا مع الدجاج. بالنسبه للورقه ديال الرند فهي السر ديال انه البسطيله ديال الدجاج كتحول للنكهه ديال الحوت، فعن طريق الورقه ديال الرند. فبزاف ديال المناسبات بالنسبه للاعراس او الاعياد فكناكلوا بسطيله اللي تكون ديال الدجاج، ولكن حنايا كتسحب لينا انها ديال الحوت، فكيديروا فيها ورقه الرند باش كتعطي لينا المذاق ديال الحوت. كنشحروا الكل مزيان على نار اللي تكون طبعا اللي تكون مهيله، ما تكونش مرتفعه. وكنضيفوا ايضا اللب ديال الحامض المرقد، عفوا انا نسيت ما حطيت لكمش في المقادير. فكما كتشوفوا نص ديال الحامضه مرقده اللب ديالها. كنضيفوها ايضا المكونات للدجاج طبعا، فكنخليوه كما كتشوفوا انه تقلى مزيان. فملي كيتقلى مزيان كيتشحر مزيان مع البصله ومع جميع المكونات، فكتلقى واحد الرائحه رائعه جدا. وكنبقاو كنضيفوا مثلا انا هنايا نقول لكم العبار كاس كبير ديال الماء، كاس طويل ديال الماء يكون دافئ او بارد على حسب الاختيار ديالكم.
وكنسدو عليه الغطاء ديال الكوكوط، وكنسدو عليه كنحسبوا له مثلا تقريبا ربع ساعه باش يطيب لينا الدجاج لانه سريع ديال الطياب. وفي مقله كنديروا شويه ديال الزيت وكنضيفوا الفلافل الالوان، كنشحروهم شويه مزيان، وكنضيفوا الثومه وكنضيفوا الفطر المعلب لا شامبينيون، وكنحركوهم على نار اللي تكون متوسطه. من بعد ما كيتقلاو كنضيفوا التوابل، كنضيفوا واحد الورقه ديال الدرند، الملحه والابزار وشويه ديال الفلفل الاسود والقزبر طبعا. كنحركوا الكل جيدا بحال هكا بحال هذه الطريقه باش كيتشحروا مزيان. وكنضيفوا الزيتون المقطع الاخضر، وكنضيفوا الشعريه اللي انا رقدتها بشويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، واحد معلقه صغيره ديال الزيت المائده. فدائما انا هذه هي الطريقه اللي كنستعمل، شويه ديال الملحه باش كنكه شويه الشعريه باش ما كنخليهاش كتجي سامبل يعني ما عندهاش مذاق، فانا كنكهها شويه بهذه الطريقه اللي قلت لكم. كنحرك الكل جيدا على نار اللي تكون مرتفعه في هذه الاثناء باش ما نحرقوش الشعريه. وفي هذه الاثناء كما كتشوفوا ها هي الشعريه كما كتشوفوا منين طابت. فكناخذوا واحد الجبانه او بول اللي تكون كبيره، كنوضعوا فيها الشعريه، كنوضعوا الدجاج اللي فرتتناه اللي طاب وفرتناه وحيدنا له ايضا العظام ديالو كما كتشوفوا. وكنضيفوا ايضا البصله. هاد البصله ديال المرقه فانا صفيتها في الشبيكه واحتفظت بهاد البصله باش كتعطي لي واحد النسمه بالنسبه لهاد المكون، باش غادي تنسم ليا الدجاج وتنسم ليا الشعريه الصينيه ولي شامبينيون. فضروري انكم تصفيو وتضيفوها لهاد المكونات. فكنحركو مزيان وكنخليوها على جنب حتى تبرد مزيان جيدا باش ما تقطع لياش الورقه. اما بالنسبه للورقه فكناخذوا كما كتشوفوا انا مشى ليا المقطع ديال الفيديو، كنعتذر منكم بزاف. يعني الطريقه باش رصيت بها الورقه يعني هذه طريقه كلاسيكيه عاديه، فكندير ورقه من الجنب ورقه يعني في جميع الجوانب، وكندير واحد الورقه في الوسط، وعاد كنجيب واحد الورقه فكنبدا كنلصق بالدقيق. انا كنلصق بالدقيق والماء، كاين اللي كنلصق باصفر البيض فله الاختيار. وكنجيب واحد الورقه كنديرها كنرصها في الوسط باش نخبي دوك العيوب ايضا، وباش ما تقطع لياش وما يعني ما تهبط لياش الحشوه. وكنبدا كنلصق كما كتشوفوا بالدقيق والماء جيدا باش ما يعني كنلصقها جيدا بحال هكا بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد الطريقه فهذه طريقه بالنسبه للمبتدئات. ان شاء الله في حلقات ان شاء الله اللي غادي يجيو اذا احيانا الله غادي ندير لكم بسطيلات اللي غادي يكونوا ان شاء الله باشكال متنوعه ان شاء الله باذن الله. كنجيبوا الحشوه اللي بردت لينا وكنبداو كنرصوها من فوق ديال الورقه بحال هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. فكنرصوها فكنعمروا جميع الجوانب، كنشوفوا الجوانب اللي عمرات كما كتشوفوا. يعني واخا مقادير اللي هي بسيطه مقادير اللي هي قليله فتبارك الله فكتخرج واحد لا كونتيتي اللي ممكن انه نديروها عشاء او نديروها مثلا عشاء مرافق العصير او ديسير او نديروها غدا لملا ونرافقوها ايضا بشي حاجه اللي ديسير او شلاضه. فكتجي لذيذه جدا صدقوني، يعني كتمنى ان شاء الله تجربوها. والفلفل الاحمر كيلذذها بزاف، يعني كتجي لذيذه بزاف رائعه جدا في المذاق ديالها. وكنبداو كنديروا الجوانب اللي كنا درناهم في الاول اللي كانوا محلولين فكنردوهم في الصينيه لداخل، وكنبداو كنلصقوا كما كتشوفوا بالاستعانه بالدقيق والماء.
فكنجيبو طريف طريف، كل طريف كنلصقوه. فضروري اننا نديرو هاد العمليه باش تلصق لينا الورقه مزيان. منين كنكمل يعني كنلصقها كامله وكنجمع البسطيله ديالي، فكنجيب واحد الورقه كما كتشوفوا كنديرها للفوق باش كنستر جميع العيوب ديال الورق، يعني الورقات اللي كنت حطيتهم، اللي كنت استفتهم من قبل. فكنحاول انني ندخل الورقه لداخل كما كتشوفوا، وانا كنضغط. يعني ضروري انكم ديروها يعني ديروها لتحت الورقه وانتم كتضغطوا مزيان باش تاخذ لا فورم ديال الدائره. ومنين كنكملوا كنجيبوا الزيت، فكندهنوها بالزيت جيدا. كاين اللي كيدهنها بالزبده وبالزيت، فانا كنفضل انني ندهنها بالزيت باش كتعطيني واحد اللون اللي كيكون حميمر، كتحمر بسرعه. وكندخلها للفران كطيب يعني عادي من الفوق ومن التحت، يعني النار من الفوق ومن التحت. وكنقدموا كما كتشوفوا البسطيله ديالنا كنقدموها بحال هذا الشكل. انا درت من فوقها شويه ديال البقدونس، ودرت شويه ديال المايونيز وشويه ديال الحار اختياري، وكندير ليها الحامض كما كتشوفوا بحال هكا بهذه الطريقه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وان شاء الله كنتمنى انكم تجربوها في البيوت ديالكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتشجعني، وما تنساوش ايضا تضغطوا على زر الاشتراك باش تشتركوا في القناه، وايضا الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. خليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله.